السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عدنا إليكم من جديد بفيديو مهم جدا جدا لكل مربيين الحمام إن شاء الله. الفيديو النهاردة يا جماعة عن ترك الأهالي للزغاليل أو ترك الأهالي للفروخ. يعني بمعنى إن الحمام بيترك الزغاليل ومش بيأكلها وبتموت. لو احنا ما ساعدناهاش وكده ممكن تموت. فواحدة من فترة كاتبالي تعليق هيظهر لكم دلوقتي ان شاء الله. قالت لي انا عندي الحمام لحد فترة معينة كده مش بيأكل الزغاليل او مش بيأكل الفروخ بتاعته. فانا جيت النهاردة عشان اقول لكم حل بسيط جدا جدا للمشكلة دي. طبعا احنا كلنا بنربي الحمام بغرض الهواية مثلا، او بغرض ان احنا نبيع منه. والهواية لو بقت دخل فيها موضوع البيع تكون افضل، لان طبعا اسعار الكلفة غليت، واحنا لازم نصرف على الحمام. يكون عندنا في المكان حمام غالي يصرف على المكان. ما ينفعش ان احنا نفضل نأكل في حمام مش بينتج لنا، او حمام مش بنستنفع منه بأي شيء. لازم يكون عندنا جوزين غاليين في المكان او 3 يصرفوا على المكان حتى يجيبوا مصاريف الكلفة بتاعة الحمام، سواء انتوا بتربوه للأكل او بتربوه للبيع او بتربوه كمشروع، يعني تجيبوا منه مثلا فلوس. مثلا حمام زينة بيطلع عندكم وكده. فلازم يكون في حمام سعره غالي شوية. ما ينفعش نعتمد على شوية مثلا زاجل عندنا او شوية حمام بلدي ونقول ان هما هنقدر نصرف عليهم والكلام ده. لا طبعا حرام ان احنا نصرف من جبنا على الحمام طول الحياة، يعني ما ينفعش. لازما يعني اسعار الكلفة بقى مبالغ فيها، اتضربت في 3 اضعاف. تمام. فاحنا لازم نقتصد يا جماعة. والحمام اللي عندنا اللي مش بيبيض نحاول نتخلص منه. يكون مثلا ينفع، لو ينفع حضان نشغله، او مش هينفع حاجة خالص نجربه، نحط تحته بيضتين كده ونجرب ونشوف. ولو حضنهم وربى تلبين كده على اسبوع ولا حاجة، نبتدي ان احنا بعد كده نشيل البيض ونحط تحته بيض تاني، يبقى حمام حضان للحمام الغالي اللي عندنا. ونستغل الحمام والأوضة والمكان اللي احنا بنحط فيه الحمام في ان احنا يكون عندنا حاجة بتصرف على المكان، وكمان تجيب عائد ربح لينا. يعني تعوض تعبنا وتعوض المصاريف وتعوض الأعشاب والحاجات اللي احنا بنصرفها على الحمام. تمام يا جماعة؟ ده كده مبدئيا بالنسبة لغلاء كلفة الحمام. هنواجهها بالموضوع ده، هنواجهها بان احنا يكون عندنا جوزين غاليين في المكان او 3 يصرفوا على المكان، وناخد منهم البيض اللي تحتيهم، البيض اللي هيبيضوه، ونحضنه تحت الحمام اللي موجود عندنا. يعني مثلا هناخد بيضتين بلاستيك، او مثلا جوزين عندكم مثلا بايضين في نفس ميعاد الحمام بتاع التحضين. يعني نفس الميعاد بتاع الحمام الغالي اللي عندكم، هتاخدوا البيض بتاع الحمام، عفوا هتاخدوا بيض الحمام الغالي وتحضنوه تحت اجواز التحضين الموجودة عندكم. هتشيلوا البيض ده وتحطوا البيض ده، يعني هتعزلوا الذكر عن النتاية، وبعدين وقت ما يبيضوا ان شاء الله الجوز ده يبيض مع ده، تاخدوا البيض وتبدلوه. وبكده ان شاء الله الحمام عندكم يبيض ويفرخ كتير ان شاء الله، ويكون الانتاج كتير بالنسبة للحمام الغالي. لان الحمام الرخيص مش هيجيب لكم ربح، ومش هيجيب لكم انتاج زي اللي بالكم فيه، ولا هيجيب لكم ولا هيجيب لكم فلوس. فاحنا طبعا لازم الهواية نستغلها وتكون مربحة طبعا وتجيب لنا ربح يا حبذا يعني. ونصرف على حاجتنا حتى لو مش هنبيع منها وهناكل، فاحنا نصرف على حاجتنا منها وفيها. المشكلة معانا النهاردة اللي هي مشكلة عدم تأكيل الزغاليل دي، او ترك الاهالي للزغاليل. مشكلة بسيطة جدا جدا يا جماعة. هنجيب دبس تمر، او هنجيب عسل نحل. يا اما دبس تمر يا اما عسل نحل. هنجيبهم ونمسك الزغلول الصغير اللي الاهالي تركوه او مثلا ابتدوا ان هم ياكلوه قليل، وهنحط على بقه كده عسل. هنحط على بقه عسل، ونبتدي ان احنا الزغلول ندخل الفم بتاعه في فم الحمامة الكبيرة. تمام.
وندوقه طعم العسل، علشان الزغلول الاهالي تحب الزغاليل وتحب ان هي تاكلها. تمام. فهندهن فم الزغلول من بره كده بالعسل الاسود، عسل الاسود العادي، او عسل نحل، او دبس تمر. اللي ما عندهمش عسل اسود في بلدهم يحطوا دبس تمر. هنحط على الفم بتاع الزغلول كده من بره دبس التمر او العسل الاسود، ونبتدي ان احنا نحط فم الزغلول في فم الاهالي. تمام. ونأخده ان هو يرجع يأكله تاني. فبالحركة دي يعني حاجة بسيطة جدا هيبتدي ان هو يحب يأكله، وان شاء الله خير، وكل حاجتكم تكون منتجة، ويزيد الخير والانتاج عندكم ان شاء الله، وتشوفوش فيها اي شر ولا اي حاجة، لان احنا بنصرف على حاجتنا وعايزين منها خير وعايزين منها انتاج. فلازم نستغل الحاجة عندنا ويكون منها عائد مادي، ولو مش عائد مادي برضو هناكل منها، فاحنا برضو نبيع منها ونصرف عليها. لازم نبيع من الحمام يا جماعة ونصرف عليه. والحمام اللي مش هتلاقوا منه انتاج او حمام عجوز عندكم اتخلصوا منه خالص، علشان المكان يعني ما يكونش مليان بالحمام الغير منتج، وكون تكاليف ومصاريف عليكم. تمام. فاحنا لازم نعمل كده، وربنا ييسر الحال للجميع. وطبعا وفي السماء رزقكم وما توعدون. محدش ييأس من رحمة ربنا، وخير ربنا موجود وكل حاجة موجودة، بس احنا نستغفر كتير ونصلي على النبي كتير ونحمد ربنا كتير. ربنا يزيدنا خير ويزيدنا بركة ويوسع في أرزاقنا جميعا إن شاء الله. الكلام ده لأي حد بيشتكي من الحمام أو عايز يذبح الحمام أو عايز يطيره أو أي شيء، عايز يتصرف بيبقى فيه بأي شكل. ده حل بسيط جدا يا جماعة، إن احنا نذبح الحمام الغير منتج أو نبيعه مثلا كتحضين. منغشش الناس، لازم نقول ده تحضين مثلا، ده بيحضن بيض تحتيه. في ناس بتشتري الحمام كتحضين، وفي ناس بتشتري الحمام علشان ينتج عندها في المكان. كل واحد مثلا عايز يصفي حمامه او كده يعمل بالشكل دوت، بس ما تتخلصوش من الحمام نهائيا يعني. وهاتولكوا 3 اجواز، كملوا على الفلوس اللي هتبيعوا بيها، وهاتولكوا 3 اجواز او 4 اجواز غاليين في المكان، يصرفوا على الحمام كله ان شاء الله، ويكون عائد مادي ليكوا. وربنا يرزقكم جميعا من واسع فضله وكرمه، ووسع في ارزاقكم جميعا ان شاء الله. واقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.